لا عايزين النهارده يستنى ولا بكره حتى يكون جنة. كل الحكاية اننا بنتمنى جراح الماضي الطيب، وفي السنة الجديدة يبعد عننا كل خبيث ومن فارق يا رب حبيب وبس. مش عايزين حاجة تاني، لان حرفيا 2023 سابت فينا اثار سلبية كتير. الحمد لله انا شخصيا مريت بظروف صعبة، العالم العربي ككل مر ولسه بيمر بالمر حرفيا، فيا رب يهونها ويعديها والايام الجاية تكون احسن كتير من اللي فاتت. الحمد لله على كل حال. دلوقتي عايز بس قبل ما نبدأ الحلقة، فاكرين الفيديو اللي فات لما اتكلمنا عن الراجل اللي بيجيب عيال المنطقة كلهم وبيرضعهم من البقرة؟ ايوه يا صاحبي، لو انت ما شفتش الفيديو اللي فات، فالفيديو اللي فات كان في واحد جايب بقرة في نص المنطقة ولمم العيال بيرضعهم منها. تعالوا يا اولاد المنطقه، تعالوا ارضعوا كلكم. اقعد يا ارضع يا ارضع يا ارضع، امسك ارضع يا تعالى اقعد يا ارضع يا ارضع عقول بني ادمين. العيال دول كلهم هيبقوا اخوات في الرضاعه. المهم ان في نقطتين الناس دخلوا وضحوهم لي، واحد علق هنا على اليوتيوب والتاني بعتها لي على الانستجرام. اللي بعت على الانستجرام قال لي لما انا قلت ايه فايده انك تعرض البقره بترضع العيال في الشارع، فهو وضح توضيح يعني بصراحه صح. قال لي لما البقره تكون، انا مش عارف بتناقش في، مش مشكله لعل حد يستفيد. الفكره ان لما البقره بتكون هاديه كده واي حد يجي جنبها وياخد لبن وبتاع تبقى ثابته، ده معناه ان هي كويسه في الحليب، بتساعد الفلاح اللي بيستخدمها او اللي بيربيها ان هي ايه بتبقى هاديه في الحليب وكده. فده نوع من انواع الماركتنج، خلاص فهمناها. حد تاني بقى على اليوتيوب هنا كان كاتب تعليق بيقول هو يقصد جمع بكر واللي هي بقره، يعني البقره لسه بكر. طيب عم عبدو اتفقنا، انت دلوقتي بتبرر له فكره انه قال بقراء، انت بتقول لي ان بقراء مش جمع بقره، ده هو يقصد جمع بكر، وانت نفسك كاتب في الكومنت ان جمع بكر بقره. دي الاولى اتفقنا خلاص. التانيه بقى اللي بتبين ان انت نفسك غلط، ان انت بتقول انه يقصد ان البقره لسه بكر. بكر دي اللي انا اعرفه في البني ادمين وفي البهايم وفي اي انثى، كلمه بكر معناها ان هي لسه انسه. طب كيف يا صاحبي لسه انسه ونص البلد رضعت منها؟ تعالى اقعد يا ارضع يا ارضع عقول بني ادمين. دلوقتي اقدر اقول لك ما تنساش تدعي لاخواتك بالنصر، تدعي لابويا بالرحمه. وعزيزي الصديق اهلا بيك في فيديو جديد. الهبد الفني على غير المتوقع، وبعد اكتر من سنة على اخر حلقة عملناها عن الهبد الفني، النهاردة معانا فيديو جديد من الهبدات الفنية العظيمة اللي بنشوفها على السوشيال ميديا. معانا شوية حاجات يعني انت هتستمتع وانت بتشوفهم، لانك هتشوف ابداع فني تتمنى تكون انت البطل فيه. شوية اعمال فنية بتتحدى كل القواعد والمعايير اللي تخص الفن واللا فن، هي بتتحدى كل حاجة حرفيا. يا عم زياد اخوك الصغير بيسوق عليا وانا واقف على الناصيه وانا صححت له. المفروض يا عم زباطه ليك بيه يا اسطى يترد عليه، انت كده على غلط. غلط مين يا الرد على الغلط في وقت الغلط ما بيبقاش غلط، لكن السكوت على الغلط اللي شبهك انت اخوك هيحسبها غلط. ولا انا اخويا بقول حاجه غلط؟ ما بتقولش حاجه غلط. لا ده انا اللي فتحت الفيديو بالغلط. غلط بغلط ده. ايه المشاكل بتاعتكم كل شويه في الشارع؟ الناس بتطردوا عشاني. ايه ده؟ يلا قوموا غرف داهيه. بس هنا بقى بيبان عمق الهبد الفني في العمل الفني اللي احنا بنتكلم عنه. لو جيت تركز يا صديقي هتلاقي ان الشاب ده جات له مكالمه اكيد فيها معلومه حابب يوصلها للمعلم بتاعه. هو هيميل دلوقتي على المعلم عشان يقول له على الايه، على الرساله اللي وصلت، اللي هي البضاعه وصلت يا معلم ولا بتاع الحركات دي. فهو ميل يقول للمعلم، ميل مد ودنه للمعلم. حرفيا فكروني بكتكوت في المشهد ده. طبعا فعلك كده. السلام عليكم. سلام ورحمه الله يا عم بيلي في يا ظباط. ودي من الاساسيات والبديهيات اللي لازم تعرفها وتتعلمها. عايز تعمل هبد فني يبقى ما ينفعش تسمي الناس علي ومحمود وعمر وجمال والناس كده انت هتعبط، مش هيطلع معاك هبد فني محترم. لكن عايز تعمل هبد فني يبقى تجيب الناس، وده يبقى اسمه زباطه، وده ليبيا، وده بيلي، حاجات كده. صلى على حبيبك النبي عليه الصلاه والسلام. انا جيت وقدرتك عشان انت اخ كبير لينا وليهم هم كمان. ماشي. الواد زياد واخوه جايين معايا في غلط، وانا اللي هشوفه فيهم هاخد رقبته. ايه ده بس يا حبيبي، وانا قعدت اراضيته مع بعض. لا انا مش هتراضى يا عم بيليا، الواد واقف بكلمه. والله كان كبير الحته ما ينفعش. مش بالزعيق ونطر العروق خالص، ملهاش علاقه كبير المنطقه. لان اصلا كبير المنطقه صديقي او يا عم بيلي انا اسف، لما يبقى العيل او الشاب اللي عامل مشكله بيتكلم معاه تلاقيه بيتكلم كده، لكن ده بيكلمك كده وعمال يمسك في ايديك ويكتفك. لا انا مش هتراضى يا عم مش منظر كبير المنطقه يا عم بيليا. ثواني يا عم بيليا، ما انا جيت لك عشان انت اخويا الكبير. اهو بص الاسلوب، بص يعني اثبت يا عم بيليا عشان على الحرام هشقك
كبير المنطقه بيبقى له هيبه. انت ما شفتش فيديوهات لوش على فكره عم بليا، هنشوفه دلوقتي، فلازم تبقى تشوفها معانا عشان تتعلم. مفيش بطل فيها يعرف يجي معاه وانت عارف بالكلام ده. الواد غفلني وجري. عم بليا انت كبير يابا على دماغي، بره عنك الدور. راحت يا عم بليا، يا عم بليا ابوس ايدك انسى ولو للحظه انك بليا. حاول انا اسف، انا بتكلم على الشخصيه. حاول تتقمص دور الكبير بجد. يعني مفيش كبير منطقه يعني طرف واحد، ده انت ما جمعتش الطرفين، هو طرف واحد قال لك يابا لا انا متضايق وهعمل واسوي. براحتهم. اطلع انت يا اسطى. رايح فين؟ رايح كده في الجراج وما تقوليش ليه، عشان ظباطه لو خد خبر ان المكنه تحت البيت. ليه يا صاحبي؟ ليه بتسمعوا كده؟ لا بجد تعالى معايا دغري وكلمني. ليه بتسمعوا كده؟ ده مش رياكشن واحد اللي هو فاهم العيال اللي قال بس السفينه في المينا وجاي معاه في ساعه وتلته يخلعوا التيشيرت. لا ده رياكشن واحد حرفيا شامم ريحه وحشه. على بوم بقك. بقول لك يا لا ترابي، الواد واقف بكلمه هو اخوه غفلني وجري، بس عادي بسير الحل. يا برضه واقفين عند البيت. حول ولا قوه. انت طلعت منين؟ زغرتي قبل ما تصوتي ولا اعملي اي اشاره مش كده. وتعالى بقى يا صديقي نروح لاحدث صيحات الفن في ملف الاستاذ لوشا ونشوف اخر اعماله الفنيه هيبقى شكلها ايه. رحبوا معايا يا جماعه، جحيم الهند. صباح الخير على اخوات جوزي اللي مات. كان لازم يموت. صباح الزفت على دماغي. يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا. صباحنا وصباح الملك لله. عايزه ايه؟ ايه الصباح اللي مش راكب على بعضه ده صباح العلم والالحاد يا صديقي. اصطبحنا وصباح الملك لله. صباح الزفت على ايه يا اسطى؟ حرام يعني، فاهم اللي هو هوصلها لك ازاي؟ كمل مع جحيم الهند اللي انتوا وقعتوا فيه ده. انا جاي اتكلم بكل ادب واحترام. خدتوا مني شقتي وبنتي. خدوا يعني شقتها وفهمناها، لكن وبنتي خدوا بنتك ازاي؟ لا قولي تاني. انا جاي اتكلم بكل ادب واحترام. خدتوا مني شقتي وبنتي بعد ما اخوكم مات، وانا ما اتجوزتش. انا مش عايزه حاجه الا بنتي. جوزك اللي انت بتتكلمي عليه دوت اخونا، فاحنا اولى بماله وبنته. بنته؟ خدتوا مني شقتي وبنتي. والله يا هي كان قصدها بشقتي وبنتي اللي هي شقتي وبنتي. ماشي، ما هو اصل هم في الهند كلامهم شبه كلامنا، فاهم يعني. ممكن تلاقي ايه بنتي عندهم بنشي، فاهم. بس يعني ايه الكلام؟ حضرتك بتقول ايه؟ اتكل على الله يا ست، قولي في ده يلا، ولو وراكي حد هاتيه. انتوا عارفين ان انا ابويا واخويا في ضيقه. اظن خلاص بقى مش كل شويه هنقع فيها. ابويا واخويا في ضيقه دي معناها ان ابويا واخويا في ضيقه. في ضيقه. ريس الله العظيم، واحد عايزك في حاجه ضروري. صباح الفل يا اخويا يا لوش. صباح الفل يا اختي. ايوه كده، ظهر القمر، ذا كينج اوف ذا رينج. اتعلم عم بليا والله اسطى بليا ولا كبرنا. اتعلم الكبير. شفت الهبه قاعد المصحف ده الفخامه، الناس بتجيله في حد عايزك وبتاع ايامه. مش انت الواد عمال يكلبشك على بعضك وانت قاعد براحتكم. لا يا عم بليا اتفرج بقى وشوف لوستا لوش هيحل المشاكل ازاي. بص يا اخويا، انا جوزي مات واخوات جوزي مفتريين، خدوا مني شقتي وبنتي. فانا عايزاك تقف معايا. انا بنت بلدك من السيده زينب. بنتي. طب واهلك فين وقرايبك فين؟ انا ابويا واخويا محبوسين. لما فنان هندي يتأثر، انا ابويا واخويا في ضيقه وماليش حد بعد ربنا ولا راجل جدع يقف معايا. خد بالك وطقطق لي ودانك. مش انت عزيزي المشاهد عم بليا، شوف الكبير لما يحب يدي قرار الكبراء. ده انا غربت الراجل اللي قال جمع بقره. طقطق ودانك عم بليا، اتكلم يا استلوشه. بصي يا اختي انت فوق راسي، بس انا مش هقدر اساعدك. طب سد ودانك انت دلوقتي يا عم بليا، سدهم لحد ما نشوف النصيبه الزرقاء اللي احنا حطينا نفسنا فيها دي. وانا هعرفك مش هقدر اساعدك ليه. انا بحسس في المواضيع اللي زي دي. انا لو رحت معاكي هيقولوا في بيني وبينها حاجه، وانا يعني مش عارف اقول لك ايه، حقك عليا. بس انا هوديك عند رجاله جدع تجيب لك حقك بزياده. مالك يا استلوشه؟ مالك قلبت هنديته خالص بجد ليه؟ ايه اللي مش هقدر اساعدك عشان انت بتحسس على ايه لا مؤاخذه؟ وبعدين يعني انت مش عايز تساعدها علشان انت راجل فما ينفعش تساعد ست عشان الناس ما تقولش حاجه فهتبعتها الرجاله. بس انا هوديك عند رجاله جدع تجيب لك حقك بزياده.
خلاص اعملوش، يعني حاول بالله عليك تحسس على كلامك، يعني سيبك من التحسيس في المواضيع وحسس على كلامك. يعني موضوع رجاله كتير ورجاله هتقف معاكي بجدعنه مش حلوه، يعني ما تجيب انت الرجاله وتروح من ضمن الرجاله وهيبقى عادي، فاهم؟ وكده كده انتوا كتله او اسمها ايه، جماعه. اشوفكم فريقي احمد عزيز، حسن هذا الدفاع، حيدر مختار مهاجم، جعفر مدافع. جعفر مين دول؟ انت لامم فرقه من مصنع المربى؟ مين الناس الحلوه يعني هيلعبوا كرة ازاي دول؟ يعني انا متخيل دول لو جم لعبوا معانا. بص والله بالصدفه الفيديو ده اخويا صوره، في اللقطه دي انا كنت اتكسرت وطلعت خلاص مش قادر اكمل لعب، طالع اخويا وهو بيهزر بيصورني سمعنا حاجه بتقول ايه، اخويا حاود الكاميرا لقينا في حضرتك جثه تانية في الملعب، ده هيطلع ورايا دلوقتي على نقاله. تخيل لو الطقم ده كله جعفر واقف لهم بيدافع. ثم قام جعفر بعمل محضر في كل لاعبي فريق عبود والفريق الخصم بتهمة التحرش الجماعي. بس كده عزيزي المشاهد، ما تنساش تعمل لايك وتخليك كبير.